مساء الفل شباب تالتة ثانوي، ازيكم عاملين ايه؟ في الفيديو ده يا جماعة انا مش هتكلم على المراجعة النهائية وهنعمل ايه ومش هنعمل ايه والكلام ده من وجهة نظري كمدرس. انا هتكلم بكل امانة وكلام من قلبي فعلا. لو انا طالب وقدامي شهرين على الامتحان هعمل ايه؟ بكل متطلبات الطالب، بكل الضغوط اللي على الطالب. انا كطالب المفروض اعرف انا فين وهعمل ايه وهعمله ازاي. فانا بس محتاج اجاوب على الثلاث اسئلة دول. فلو انت عندك وقت اسمعني وصدقني مش هتندم، لان على الاقل انا ما اضمنش ان انا اقول لك كلام مثالي، بس اللي اضمنه لك ان اقول لك كلام حقيقي وعن تجربة وحاجات تقدر تعملها. تمام؟ طيب خلينا نتفق. الاول انت لازم تعرف انت فين. بمعنى انا طالب، الطالب ده 3 انواع: يا اما طالب ضعيف، يا اما طالب كويس، يا اما طالب اكسلنت. مبدئيا كده اوعى تفكر ان انت اكسلنت خالص. ليه؟ خليك بقى معايا. وايه الفرق بين ده وبين ده؟ الطالب الضعيف ده اللي عنده حاجات في المنهج هو مش فاهمها، هو مش عارفها. تمام؟ طيب الطالب ده انا كجورج هقدر اساعده؟ لا، للامانه. ليه مش هقدر اساعده؟ ان الطالب ده محتاج شرح مكثف. انا عامل ملخصات للشابترز، وعامل كل شابتر ملخص بتاع ساعه ونص او ساعتين، بس دي مش هيفرق معاه لان هو الملخصات دي تنفع لحد اوريدي عنده فكره عن المنهج. فلو انت طالب ضعيف فللامانه انت محتاج حد برايفت يقعد معاك او تشوف فيديوهات كامله اونلاين لشرح تفصيل. نيجي بقى للسؤال المهم: طب انا هلحق ولا مش هلحق؟ مش مهم. مش مهم هتلحق او مش تلحق تخلص، المهم تجيب اخرك، تعمل اللي عليك، لان هو ده المطلوب منك، سواء قدامك شهرين او قدامك اسبوعين او قدامك ساعتين. تمام؟ لكن هتيأس واصل ومش اصل كل ده كلام جميل بس براحتك. تمام؟ انت الخسران يعني. أه. وانا مش قصدي والله ادوس عليك، بس قصدي اقول لك ان طولها زي عرضها. لو انت كده كده خربان على الاقل تخرب وانت عملت اللي عليك يا عم. ده النوع الاول. فالنوع الاول ده فعلا محتاج وقفة، والوقت الكافي هيكفي. طيب اتنقل بقى للطالب الكويس. الطالب الكويس ده معناه ايه؟ معناه ان هو عارف المنهج وعارف وفاهم الشرح بس ما بيعرفش يحل، او بيعرف يحل بس مش بيذاكر كتير، او بيذاكر كتير بس بيحل غلط. كل ده تحت الطالب المتوسط او طالب كويس فير، لان هو ده الطبيعي من البني ادم، وده الطبيعي على الفيزيكس. تمام؟ ان انت الطبيعي مهما كان مستواك في اسئله هتقف معاك. احنا كمدرسين او انا يا عم كمدرس في اسئله كتيره بتقف معايا، طبيعي جدا. بس دوري ان انا اعمل ايه؟ ان انا اعرفها، والمعرفه اللي عندي دي اوصلها للولاد اللي معايا، بس لا اكتر ولا اقل. هو ده دوري. فلو انت مش عارف اعرف. طيب فالمطلوب منك لو انت طالب متوسط او كويس او عارف المنهج بس ما تعرفش تحل، ان انت تحل كتير. كتير ده قد ايه؟ مش مهم بقى قد ايه. انا في الفيديو ده هعمل لك خطة على يعني تبقى احاول تكون مناسبة ليك، بس انت كل ما تحل اكتر كل ما يكون احسن. طب اكتر ده اللي هو 1000 سؤال 2000 سؤال مش مهم، حل على قد ما تقدر، لان هو ده مفيش اختصار، مفيش شورت كات يخليك ينقلك من هنا لهنا. هو لازم تتعب. يبقى احنا اتفقنا عشان تتنقل من هنا لهنا انت محتاج شرح المنهج، علشان تتنقل من هنا لهنا محتاج حل كتير جدا. طب الطالب الاكسلنت، ما تعاملش نفسك ان انت طالب اكسلنت ولا ممتاز ولا قريب حتى من الممتاز. ومش بقول الكلام ده علشان اكسر مقاديفك، لان انت لو افتكرت ان انت طالب جامد وفي سؤال واقف معاك وما عرفتش تحله انت هتيأس وهتضعف. فالحل ايه؟ امتى تشوف طالب امتى تشوف نفسك ان انت طالب ممتاز؟ الكلام ده بعد النتيجة. لكن من اول دلوقتي او من اول السنة لحد ما تخرج من اللجنة انت شايف نفسك طالب كويس وبتحاول تعمل اللي عليك. تمام؟ فده انسان، ده هيبان في النتيجة، ده ربنا اللي هيكافئك عليه. تمام؟ ده باختصار كده. فانت لازم تكون صريح مع نفسك وتعرف انت مين في الثلاثة دول. طيب انا اللي اقدر اساعدك ان شاء الله اقدر اساعدك لو انت طالب متوسط، احاول اوديك لخانة الاكسلنت دي. تمام؟ ازاي؟ بص يا سيدي، هتراجع معايا هتراجع مع غيري، لازم الحاجات دي اللي انا هقولها لك تبقى في بالك. والطريقه دي لو انا طالب ورجع بيا الزمن وانا طالب وانا مدرس حتى شغال بيه.
ايه الطريقه دي في الفيزيكس بالذات؟ اول حاجه هي الطريقه 3 اجزاء، دي البلان اللي انت لازم تمشي عليه مع اي مدرس. ولو انت مهما كان المدرس بتاعك شاطر وعامل اللي عليه وانت مش فاهم الحاجات دي، فانت الموضوع زي عدمه. بمعنى ايه؟ اول حاجه لازم تحل فوكسد كويشن على كل جزء في الشابتر. يعني مثلا شابتر 1 تحل على كل جزئيه في شابتر 1 وهكذا شابتر 2. تمام؟ عشان تطمن ان انت طالب كويس فير. تمام؟ بعد كده تتنقل بقى لشابتر كويشنز. بعد ما حليت على اجزاء مكثفه من كل شابتر لازم تحل شابتر كويشن، تحل اسئله على الشابتر ببعض. يعني مثلا شابتر 1 تحل سؤال في اومز لو فور كلوز سيركت على كيرشوف، كيرشوف على ار ايكويفالنت، ار ايكويفالنت على فولتج. لازم تحل على الشابتر. طب بعد ما عملت الخطوه دي لازم الخطوه الثالثه تعملها، تحل جنرال اكزامز. لازم تعيش جو الامتحان، لازم تمتحن، ولازم تطلع لك درجه الكترونيه بقى ايا كانت الطريقه اللي بتمتحن فيها. تمتحن مع نفسك، تدي لنفسك 3 ساعات. حليت الامتحان في 4 ساعات مش مشكله، ارجع حله تاني. يعني حل امتحان غيره، حله في 3 ساعات ونص، حاول تحله في ساعتين، وكل مدى تبتدي تقلل الوقت. الجنرال اكزامز دي فايدتها او ميزتها الحقيقيه حاجتين: ان انت تظبط الوقت اللي انت تمتحن فيه عشان توفر وقت ان انت تراجع على الامتحان، وان انت تقدر تربط المنهج كله ببعض. تبقى لما تشوف السؤال تبقى عارف انت رايح فين. هتدور في شابتر 3 في شابتر 4؟ لا، انا هدور في شابتر 1 بس على حاجتين: كيرشوف مثلا واومز لو فور كلوز سيركت وهكذا. فانت في اي خطه ناوي تذاكر بيها، ناوي تراجع بيها اي ماده، لازم تعدي على الثلاث مراحل دول. سقطت مرحله انت فقدت 50% من قوتك في الامتحان. تمام؟ وده انا هعمله لو انا طالب، وده بعمله كمدرس. تمام؟ طيب ايه بقى المحتوى بتاعنا؟ بص يا جماعه، انا قسمت المحتوى اللي ان شاء الله هراجعه معاك 3 مستويات. محتوى هينزل على القناه على اليوتيوب مجاني، محتوى هينزل على المنصه مسجل فيديوهات وهيكون بتكلفه، وان شاء الله تكون تكلفه مناسبه وتكلفه قليله، ومحتوى تفاعلي. محتوى تفاعلي هيبقى على زوم بقى 1 تو 1، او نعمل جروب على زوم يعني، واشرح وانت تسالني في قلب الحصه. طب انت ايه الانسب ليك؟ بص يا جماعه، انا بالنسبه لي انا تمام، انا هتبسط في الثلاث حالات. وطبعا عشان الامانه يعني هتبسط طبعا لو انا جالي المحتوى بفلوس كتير، ده منطقي يعني مش هنكذب. بس اللي انا اقصده ان في الاول في الاخر انا عشان استفيد لازم انت تستفيد، وانت مش هتستفيد غير لو سمعتني او فهمت ايه الانسب ليك. وارد يكون الانسب ليك المحتوى المجاني اللي انا هنزله على اليوتيوب، خلاص خلصنا، مش محتاج بقى ان انت تشترك وان انت تعمل ده. كل ده هيبقى انواع من ايه؟ من الضغط. هضغط عليك ليه؟ علشان اخد منك فلوس. طب وبعد ما اخد فلوس انا كسبت، بس انا كسبت شويه فلوس بس انت خسرت مستقبل. طب وعلى ايه يعني؟ من ده كله مين الخسران في الاخر يعني؟ وحرام يعني، لازم يبقى في امانه. فمبدئيا سواء محتوى مجاني او مدفوع، نثبت حاجه كده: انت مش هتجيب ملزمه، ولا هبعت لك، ولا تشتري ملزمه من عندي، ولا اي حاجه. تمام؟ تعال بقى افهمك، احنا كل اللي هنشتغل منه كتابين: كتاب التفوق المراجعه النهائيه زي ما انت شايفه ده، وكتاب المعاصر المراجعه النهائيه. تمام؟ طيب الكتابين دول لو انت خلصتهم فانت مش محتاج تعمل اي حاجه تاني. وما تخليش حد يقنعك وان انت تقعد تحزق ان انت تبذل تخلص ملزمه ده وملزمه ده وملزمه ده وملزمه ده. كل ده تمام معاك، لو عايز تجربه جرب، بس صدقني وعن تجربه وعن تسجيل فيديوهات وان انا شفت الكتابين دول، الكتابين دول اكتر من كفيل. طيب تعال نشوف ايه المحتوى المجاني عشان ما اطولش عليك. دلوقتي انا ماشي بخطه كده ظبطتها على اليوتيوب على الشانل بتاعتي. ابتدت يوم 26/3، قول من اسبوع. ابتديت انا بنزل من المعاصر ومن التفوق، تمام، وامتحانات السنين اللي فاتت. انا نزلت شابتر 1 اسئله المعاصر كلها على شابتر 1 ده 150 سؤال، والتفوق نزلت شابتر 1 كله 150 سؤال، ونزلت امتحان 21 دور اول ودور تاني. تمام؟ و4/4 ان شاء الله على اخر الاسبوع ده هكون نزلت شابتر 2 بالكامل على اليوتيوب، وشابتر 2 بالكامل اسئله التفوق اللي هم ال 150 سؤال بتاعه. وان شاء الله اكون نزلت امتحان 22 دور اول ودور تاني. تمام؟ طيب بعد كده بقى الاسابيع اللي جايه كل اسبوع
كده كده هخلص المعاصر كله على اليوتيوب، ال 8 شابترز من شابتر 3 4 5 6 7 8 كل اسبوع هنزل شابتر. شابتر 3 تقريبا 150 سؤال، و4 120، 5 50 50 50 80. تمام؟ يبقى انت اللي ضامنه من المعاصر ان انا احل لك ال 8 شابترز كلهم على اليوتيوب، وصدقني دول هيأسوك كويس جدا. ولو انت مستواك ضعيف وفهمت بس الشرح وعرفت المادة بتتكلم عن ايه وفهمت المحتويات، الأسئلة دي كافية جدا انها توديك للفير وما بعد الفير. طيب نيجي بقى لكتاب التفوق اللي انا نزلته على اليوتيوب، شابتر 1 بالكامل، وعلى اخر الاسبوع ان شاء الله اكون نزلت شابتر 2 بالكامل. شابتر 2 ده اللي هو الجزء الاول، هما التفوق مقسم الشابتر، بيسأل على النص الاول من شابتر والنص التاني من شابتر، بعد كده بيعمل امتحانين على الشابتر. فانا نزلت الاربع حاجات دول لشابتر 1، واخر الاسبوع ده نزلهم من شابتر 2. تمام؟ طب فيما بعد بقى، انا قلت لك التفوق بيبقى فيه اسئله على نص الشابتر واسئله على النص التاني من الشابتر وامتحانين. بعد كده انا مش هقدر انزل دول على اليوتيوب، هبتدي انزل الامتحانات بتاعت التفوق دي. تمام؟ طيب ليه يا مستر؟ للامانه ما بيبقاش في تفاعل كتير على فيديوهات التفوق، وللامانه برضو كتاب التفوق نفسه عامل قناه على اليوتيوب اسمها التفوق، وفيها مدرسين بيشرحوا الماده كويس جدا. فشايف ان ده هيبقى ضغط عليا ومش هقدر اخلص اللي انا عايز اخلصه مع واخدم او اساعد بقيه الطلبه، فانت مش هتأثر. تمام؟ بس اللي انا اقدر احاول انزله الامتحانات بتاعت كل شابتر. بعد كده الامتحانات اللي هم كل شابتر بيبقى عليه امتحانين او امتحان، دول اللي ان شاء الله اقدر انزله. تمام؟ ده خلال ايه الاسابيع اللي جايه، مع امتحانات مصر بقى 2023 دور اول ودور تاني، و2024 دور اول ودور تاني. يبقى خلاصة الكلام، المحتوى المجاني اللي هينزل على اليوتيوب مجموع الأسئلة دي تقريبا 800 سؤال، ومجموع أسئلة التفوق اللي هنزلها تقريبا 570، وامتحانات مصر كلها من 21 ل 24 تقريبا 400 سؤال، فالتوتال 1700 سؤال. ده محتوى مجاني على اليوتيوب. المحتوى المجاني ده كافي جدا ان انت خلاص تبقى ثقتك تزيد في نفسك. تمام؟ بالاضافه طبعا لو انت شغال مع مدرس بطريقته بيراجع لك طبعا على شابتر اسئله مكثفه على كل شابتر، ده انت ونظام. بس ده اللي ان شاء الله اوعدك ان انا اقدر اعمله خلال اقرب وقت لحد 16/5، يعني حتى هديك براح قبل الامتحانات بشهر تقريبا تكون ايه تذاكر بقى فيهم او تبص عليهم براحتك في اي وقت. ماشي؟ ده المحتوى المجاني. فلو انت شغال مع مدرس المحتوى ده اعتقد هيساعدك كتير جدا في القصه دي. طيب نيجي بقى للمحتوى اللي هيبقى متسجل على الويب سايت بتاعنا. اسئله التفوق اللي هي بقى لو انت بقى عايز الشرح بتاع الجزء الاول والجزء الثاني بتاع التفوق، هتلاقيه مسجل على الويب سايت بتاعنا. كتاب التفوق بالكامل ال 8 شابترز، ده كله على بعض تقريبا 880 سؤال. تمام؟ ال 8 شابترز على بعض اللي هو شرح او سوري حل على الشابتر وامتحانات للشابتر. تمام؟ طيب وهيكون برضو محتوى على الويب سايت بتاعنا ال10 امتحانات بتوع التفوق وال10 امتحانات بتوع المعاصر. الكتابين طبعا منزلين امتحانات السنين اللي فاتت بلس امتحانات هم عاملينها، فتقريبا ال20 امتحان دول انا ان شاء الله هسجلهم وهنزلهم على الويب سايت بتاعنا. يبقى احنا كده عندنا 1000 سؤال، الامتحانات بس 1000 سؤال. فانت لو هتجمع ده مع ده يبقى انت بتتكلم في 1800 سؤال. ده محتوى هتلاقيه على الويب سايت بتاعنا بجانب ال 1700 سؤال، او من ضمنهم اسئله من 1700 سؤال اللي هو هينزل على اليوتيوب. والموضوع هيبقى باكج، يعني تاخد التفوق على بعضه او الامتحانات كلها على بعض، او تاخد الاثنين على بعض. تمام؟ دي يعني لما تكلم الاسيستنت رقمه هسيبه في الديسكريبشن، لو انت عايز مثلا الباكج بتاع التفوق كلها او الباكج بتاعت امتحانات بس، او عايز الباكج بتاع الاثنين، ده كده كده هتلاقيه في الديسكريبشن. الاسيستنت هيجاوبك على كل التفاصيل دي والاسعار وكل الكلام ده. طيب ودي زي ما انت شايف التواريخ. طيب نيجي بقى للمحتوى التفاعلي بقى، ده المحتوى اللي هيبقى على الويب سايت ده هيبقى متسجل. المحتوى التفاعلي بقى ده هيبقى عن طريق زوم، هيبقى فيه جروب كده، هيبقى بعدد طلبة محدد. الحد الأقصى ليه إن الطالب يقدر يسأل في الحصة براحته، لكن لو العدد زاد والطالب مش قادر يسأل لا ممكن نعمل أكتر من جروب يعني. طب المحتوى ده
هنعمل فيه ايه؟ هنعمل فيه حاجتين، ده بيبقى فيه شرح وبيبقى فيه هوم ورك ومتابعه. طب تعالى بقى اوضح لك. الاسبوع الاول المحتوى بقى اللي هو التفاعلي ده، لو انت اوريدي مذاكر من اول السنه بس محتاج حد يحل معاك كتير، يعني في طلبه للامانه كلمتني بتاخد اونلاين مع مدرسين كويسين واحسن مني 100 مره، بس الفكره ان هو يعني محتاج حد يحل معاه عشان يطمن، فاعتقد المحتوى ده مناسب ليه. طيب انا هبتدي المحتوى التفاعلي ده على زوم من اول كام؟ من اول 10/4، من اول الخميس اللي بعد الجاي، مش بكره، ده اللي بعده. طيب الورك شوب دي هتتم ازاي؟ هتتم بالتدريج. الحصه الاولى هنحل او هنحل اسئله شابتر 1 بارت 1 لحد نص الشابتر، حل تقريبا 50 سؤال في الحصه ده في الزوم، وهديك هوم ورك من المعاصر شابتر 1 بارت 1 هتحل نص الشابتر من المعاصر. يعني انا هشرح لك نص الشابتر من التفوق هحله معاك في الحصه، ونص الشابتر من المعاصر هيبقى هوم ورك. تمام، بلس امتحان 21 دور قوي، لان انت لازم تحل بالتوازي. ما انت يا فرحتي بنراجع الكتريستي وتنسى لي المودرن مثلا، فانت لازم تحل امتحانات شامله. تمام، وده كله ان شاء الله هيكون متاح من اول حصه يعني. طيب الاسبوع اللي بعده هنكمل شابتر 2 بارت 2، هنحل معاك ال 50 سؤال وتاخد هوم ورك عليه، وتاخد امتحان 2021 ايه؟ دور تاني، ده هوم ورك. فالهوم ورك تقريبا كل حصه بيبقى في حدود 120 سؤال، قول 50 سؤال للامتحان و70 سؤال اسئله المعاصر. تمام، وطبعا هيبقى فيه كويز اول كل حصه. الاسبوع الثالث هنبتدي شابتر 2 بارت 1، وتاخد الهوم ورك شابتر 2 بارت 1 ومعاه امتحان تاني 22 دور اول. وبعد كده احنا كده خلصنا مين؟ شابتر 1. تمتحن بقى امتحان شامل على مين؟ شابتر 1، والامتحان ده هيكون قبل ما تدخل الزوم، بحيث تمتحنه والاسيستنت يصححه والدنيا تمام، بعد كده نبتدي الزوم. ماشي. بعديها شابتر 2 بارت 2، والهوم ورك طبعا هيبقى من المعاصر، يعني احنا بنحل بالتفوق والهوم ورك من المعاصر، ومعاه امتحان امتحان 2022 دور تاني، وطبعا كويز قبل الامتحان. كده كده الكويز والاكزامز دي بتحصل قبل الحصه، يعني الترتيب كده بتيجي تمتحن الكويز واشرح لك شابتر 2 بارت 1 وتاخد الهوم ورك عليه، وبتاخد الامتحان ده تحله معاه، والاسبوع اللي بعده اديك امتحان شامل 25 سؤال وهكذا. طيب الاسبوع الثاني او الرابع شابتر 2 بارت 2، الخامس شابتر 3 بارت 1، السادس شابتر 3 بارت 2 الجزء الاول والثاني بتاع شابتر 3. بعد كده يبتدي الريت يبقى اسرع شويه، شابتر 4 هنخلصه في حصه، وبعد كده شابتر 5 في حصه، و6 و7 في حصه، وشابتر 8 في حصه. ومع كل شابتر الهوم ورك بتاعه من المعاصر وامتحان قبل كده، امتحان سنه من السنين اللي فاتت. طيب يبقى احنا في المحتوى المدفوع او التفاعلي انا هكون حليت معاك كل اسئله التفوق في الحصه زوم، وهتكون حليت كل اسئله المعاصر في الهوم ورك، وهتكون حليت كل اسئله مصر اللي فاتت من اول 21 لحد دلوقتي. فانت كده حليت كل حاجه، بلس مين؟ الكويزات اللي هتفصل بقى مستواك بيتحسن ولا لا، وانا اللي هجاوبك على الاسئله. تمام، الاسيستنت اللي معايا اسيستنت دوره تنظيمي، لكن الموضوع الاكاديمي انا متوليه. فانت هيقف معاك اي سؤال وانت بتحل الهوم ورك او انت بتحل الامتحان، كده كده هيكون معاك فيديو مسجل ليه، بس لو وقف معاك اي سؤال بتبعته لي وبجاوبك قبل الحصه في اي وقت. تمام، والاسيستنت هيوصلك بيه، فما تقلقش من دي. طيب، فده المحتوى، نكون خلصنا أسئلة التفوق كلها وكتاب المعاصر كله، ونكون حلينا عليهم بما فيه الكفاية. يبقى احنا في الأسئلة اللي أنا اللي هحلها معاك في الزوم ده 500 سؤال على مدى ال10 حصص، وهحل معاك 1200 سؤال أنا مسجلهم فيديو وأنت هتحلهم هوم ورك، وهتحل 180 سؤال على هيئة امتحانات. فأنت التوتال الإجمالي هحل معاك في الورك شوب دي 1800 سؤال. تمام؟ تمام. يبقى عشان ما تلخبطش، الفري 1700 سؤال ده هيبقى أسئلة المعاصر ال8 شابترز، وأسئلة التفوق الإكزامز بس. طب اللي هتلاقيه على الويب سايت الإكزامز سوري كتاب التفوق كامل بلس امتحانات التفوق والمعاصر. طب الورك شوب دي بقى فيها كل اللي فات. يبقى أنا هدفي في الورك شوب دي بعد ما نخلص إن أنا أكون خلصت معاك الكتاب ده. تمام، معرفش ده كام صفحة، وأكون خلصت معاك الكتاب ده. تمام. طيب يا مستر كل ده هنعمله امتى؟ كل ده هنعمله بديدلاين 12/6.
تمام زي ما انت شايف كده. يعني لسه في الايام بقى اللي قبل الفيزيكس دي هنحل فيها من محتوى تاني، فما تقلقش، ما تشيلش هم من ناحيه الحل. انا هدفي ان انت تحل كتير، لا اكتر ولا اقل. يعني يا ريت اكون كنت واضح وحاولت اساعدك على قد ما اقدر، وانت حاولت تبقى عارف هتحط نفسك في اي كاتيجوري وهتحتاج دي ولا دي ولا دي. وهسيب لك كل اللينكات تحت ورقم الاسيستنت للتواصل، عشان ان شاء الله اول ما نجهز والجروب يكتمل على زوم هبلغ الطلبة يعني، وان شاء الله نبتدي الموضوع اللي هو الورك شوب دي من اول خميس، مش بكرة، الخميس اللي بعد الجاي بتاريخ 10/4. وطبعا ان شاء الله انتظم في الويب سايت وفي شغل مين، اليوتيوب. ويا ريت اكون حاولت اساعدك وحاولت اعمل اي حاجه، بس صدقني كل اللي عليك ان انت تحاول، لان انا كنفسي انا كجورج بحاول معاك. يعني انا ما اقدرش، لو انت قلت لي تقدر تخلص الكتب دي انا ما اعرفش اقدر اخلص كلهم في قد ايه، بس الاكيد ان شاء الله هبذل اقصى مجهود عندي. مش عايز اطول عليك اكتر من كده، وبالتوفيق، واشوفك بقى على خير الفيديو الجاي بقى، سواء فري على اليوتيوب او على الويب سايت او على زوم. ربنا معاك، سلام.